انتهت الجولة الخامسة من دوري أبطال أفريقيا خلاص، وبنسبة 90% عرفنا مين الفرق اللي اتأهلت بشكل رسمي وخلاص. يعني ما فيش غير مجموعة واحدة اللي لسه حتى الآن ما عرفناش مين هيتأهل منها. المجموعة دي اللي بتضم الأهلي وصن داونز والهلال والقطن الكاميروني. واحنا طبعا في الفيديو ده هنتكلم على المجموعات وعلى الجولة الخامسة بالتحديد، وهنتكلم برضو عن أفضل 5 لاعبين في الجولة اللي كانوا مؤثرين جدا مع فرقهم. طيب خلينا نتكلم في البداية على المجموعات وبعد كده نتكلم على أفضل 5 لاعبين في الجولة. طيب المجموعه الاولى اللي بتضم الوداد وشبيبه القبائل وفيتا كلوب وبيترو اتلتيكو الانجولي. خلاص يعني الوداد صعد في المركز الاول، ومعاه في المركز الثاني فريق شبيبه القبائل، كل فريق فيهم مع 10 نقط يعني متساويين. نقدر نقول شبيبه القبائل في المركز الاول والوداد في المركز الثاني، مش مشكله، لكن الجوله الجايه هي اللي هتبين اكتر مين هيبقى في المركز الاول ومين هيبقى في المركز الثاني. وخلاص بيترو اتلتيكو وفيتا كلوب ودعوا البطوله بشكل رسمي. طب المجموعه الثانيه اللي فيها صن داونز في المركز الاول ومعاه 11 نقطه، خلاص وده اتاهل بشكل رسمي، والهلال في المركز الثاني ومعاه 10 نقط، والاهلي في المركز الثالث ومعاه 7 نقط. ودي المجموعه الوحيده حتى الان اللي ما فيش اي حاجه فيها حسمت بشكل رسمي، ولسه مستنيين طبعا الجوله الجايه والمباراه اللي هتكون ما بين الاهلي والهلال السوداني هي اللي هتفصل في الموضوع، وهي اللي هتحسم طبعا مين هيتاهل مع فريق صن داونز الجنوب افريقي. مباراه طبعا في منتهى القوه هتكون يوم 31 مارس. طيب المجموعه الثالثه اللي فيها الرجاء، خلاص تأهل أصلا الرجاء، تأهل تقريبا الجولة اللي فاتت أو الجولة اللي قبلها، معاه 13 نقطة، ومعاه سيمبا التنزاني برضو خلاص تأهل مع الرجاء في المركز الثاني ومعاه 9 نقط، وبعد ما فاز على حورية كوناكري بنتيجة 7-0. فخلاص يعني فريق سيمبا التنزاني اعتقد برضو من الفرق الجيده في دوري ابطال افريقيا الموسم ده، وهيبقى فريق قوي يعني. وحوريه كوناكري وفايبرز الكيني او الغيني خلاص ودعوا البطوله. طب المجموعه الرابعه الترجي في المركز الاول ومعاه 10 نقط، وشباب بلوزداد في المركز الثاني ومعاه 9 نقط، والمريخ في المركز الثالث ومعاه 5 نقط، والزمالك في المركز الاخير ومعاه 4 نقط. كده خلاص الترجي وشباب بلوزداد صعدوا طبعا من الجوله الخامسه، بعد انتهاء الجوله الخامسه صعدوا بشكل رسمي، والمريخ والزمالك ودعوا البطوله. والمجموعه دي طبعا كانت مجموعه في منتهى القوه، وكلنا فاكرين طبعا يعني الامور كانت معقده لحد الجوله اللي فاتت بعد خساره الزمالك وبعد تعادل المريخ مع الترجي التونسي. خلاص يعني الترجي صعد مع شباب بلوزداد. طيب لو اتكلمنا سريعا عن افضل 5 لاعبين في الجوله من وجهه نظري يعني، وطبعا كالعاده الاختيارات دي بتكون من وجهه نظري الشخصيه بس، والاختيارات دي طبعا بتبقى مبنيه على ارقام اللاعبين وادائهم خلال الجوله بشكل عام. طيب افضل لاعب في الجوله من وجهه نظري هو اللاعب شامه، لاعب سيمبا التنزاني اللي قدر يسجل في مرمى حوريه كوناكري 3 اهداف وصنع هدف. طبعا دي ارقام جيده جدا بالنسبه للاعب بيلعب في دوري ابطال افريقيا، يعني ساهم في 4 اهداف وكمان سجل هاتريك، فاعتقد ده رقم جيد جدا للاعب ويستحق ان يكون افضل لاعب في الجوله، وكمان حسم تاهل فريقه قدام حوريه كوناكري. طيب كهربا في المركز الثاني وقدر يسجل طبعا 3 اهداف في مرمى القطن الكاميروني وعمل مباراه كبيره جدا، وطبعا دخل التاريخ بالهاتريك اللي سجله في مرمى القطن الكاميروني. وفي المركز الثالث اللاعب دادي مواقي، اللاعب الجزائري لاعب فريق شبيبه القبائل اللي سجل طبعا هدف قاتل في مرمى بيترو اتلتيكو الانجولي ونهى المباراه في الدقيقه 90، ويستحق طبعا انه يبقى افضل لاعب لانه كمان دخل في المباراه بديل وقدر يسجل الهدف القاتل اللي قلت لكم عليه، ويستحق فعلا انه يكون افضل لاعب في المباراه ومن افضل اللاعبين في الجوله اللاعب دادي مواقي. في المركز الرابع اللاعب زكريا دراوي لاعب شباب بلوزداد الجزائري اللي سجل هدف الثاني في مرمى الزمالك، لكن بغض النظر عن الهدف اللاعب زكريا دراوي بيقدم موسم هايل. في المباراه بتاعت الزمالك كان افضل لاعب في المباراه، وكان طبعا يعني مدي ثقه كبير جدا لخط وسط فريق شباب بلوزداد، وطبعا من اكتر اللاعبين اللي بيعجبوني في الدوري الجزائري بشكل عام وفي فريق شباب بلوزداد بشكل خاص واللاعب زكريا دراوي، لاعب محترم طبعا ولاعب مجتهد وبيقدم مستويات هايله جدا. وخامسا اللاعب محمد عبد الرحمن لاعب الهلال السوداني اللي قدر يسجل برضه هدف التعادل في مرمى صن داونز الجنوب افريقي، هدف كان مهاره فرديه او نقدر نقول ان اعتمد على نفسه في الهدف، وطبعا ضغط على الحارس بتاع صن داونز وقدر يغلطه وقدر يسجل هدف تعادل فريقه، وقدر يرجع كمان فريق الهلال السوداني للمباراه. وبعد كده شفنا الهلال السوداني صنع فرص كتير خطيره جدا على فريق صن داونز، فهنا الفضل يرجع طبعا للاعب محمد عبد الرحمن اللي سجل هدف رائع جدا. طبعا في لاعبين قدموا مستويات جيده ايضا، لكن احنا بنتكلم على افضل 5 لاعبين، هم دول افضل 5 لاعبين، لكن ده طبعا ما يمنعش ان في لاعبين كتير في الجوله قدموا مستويات هايله. بس واستنونا ان شاء الله خلال اليومين الجايين فيديو طبعا هنعمله عن الجوله السادسه. اعتقد يعني الجوله السادسه خلاص بالنسبه لناس كتير مش مهمه باستثناء الاهلي والهلال السوداني. جماهير الاهلي وجماهير الهلال السوداني هي اللي بتنتظر يعني الجوله السادسه بفارغ الصبر عشان نعرف من خلالها مين هيتاهل مع فريق صن داونز من المجموعه.